وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله يرضى عليك يا شيخ طه، الله يرضى عليك. انت بقى يعني ايه؟ قولهم لي بقى واحد واحد كده، هتقلد مين ومين ومين، وابتدي يا معلم انطلق علشان الناس تبقى حاجة عالمية ان شاء الله. يلا. الشيخ حسن صالح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الشيخ ياسر الدوسري. تمام. الشيخ ياسر الدوسري. اكيد هتجيب الناس دي ولا؟ ان شاء الله. ماشي يلا. بسم الله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما تجيبش حد تاني اكيد يعني، حلو الاتنين دول ولا في تاني؟ الشيخ خالد الجليل. متأكد؟ ان شاء الله. اما نسمع يلا. الشيخ خالد الجليل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما تقولش تاني. لا في يا جماعة انا مش مسؤول عن اللي بيحصل ده، فتعالوا نسمع. ها مين تاني بقى؟ الشيخ ماهر المعيقلي كمان ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفاتحة في الحرم المكي. يعني انت عايز تقول لي ان انت بتجيبه في الحرم المكي وفي التلاوات العادية؟ يعني مختلف. سمعنا شيخ طه، سمعنا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيك يا رب. الشيخ السديسي. ماشي. الفتحة برضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كده 6 كده 6 ولا كام؟ احنا قلنا كده كام؟ ما عدتش. قلنا الشيخ الحسن، حسن صالح، اه الشيخ ياسر الدوسري، الشيخ ماهر، خالد الجليل، والشيخ ماهر، والشيخ السديسي. تمام. وكده طيب الشيخ تمام. فارس عباد. نسمع الشيخ فارس عباد، يلا بينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا الشيخ فارس. حاجة تاني؟ عايزين نكملهم 7. ما دام احنا بقى فتحنا يبقى احنا نكملهم 7 عشان بتفائل بالرقم رقم 7 ده. يلا. طبعا عملاق التجويد في مصر، الشيخ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط. الناس الترتيل والكلام ده ممكن يجي سهل بس ما اعتقدش انت ممكن تجيب الشيخ عبد الباسط. لا الشيخ صعب قوي. ان شاء الله. انت بتتكلم يعني على مسؤوليتك. ان شاء الله على مسؤوليتي. نسمع يا عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. شيخ طه، يعني احنا هنقف لحد رقم 7 لان الموضوع كده كبر قوي، ولو في اي حاجه تانية نعملها جزء تاني. ايه رايك؟ تمام ماشي. نعرف بقى الجمهور بقى عليك بقى، يعني احنا خدنا الجمهور في دوخه كده وهم ما يعرفوش انت مين، فخلينا نعرف الجمهور عليك ونرجع ننهي الحلقه بابتهال. ايه رايك؟ الدنيا ماشيه كده تمام؟ ماشي ان شاء الله. طيب تمام. اعزائي المشاهدين، من قريه كفر انديل مركز اطفيح محافظه الجيزه اتقابلنا على الشيخ طه ابن البلد هنا، اجدع واحد بيقرا معانا قران، وتعالوا نعرف هو مين. فبكل بساطه الشيخ طه عرف الناس في نبذه بسيطه انت مين. انا اسمي طه جمال عبد الله من قريه كفر انديل مركز اطفيح. لا نقول منية الرق عشان الناس بتزعل. طيب من منية الرق. يلا. من قريه منية الرقة مركز اطفيح محافظه الجيزه. بدرس في كليه الحقوق الفرقه الثالثه جامعه القاهره. ما شاء الله. طب بتعمل ايه هنا طالما انت في كليه الحقوق؟ لا والله انا كنت في الجامعه، وكنت يعني بنزل اجازه كده باجي اقعد. اجازه يعني؟ طيب تمام. باجي اقعد في الغيط يعني وكده. نفسك في ايه يا شيخ طه؟ يعني نفسك بعد ما تخلص جامعه تعمل ايه؟ والله انا نخلص الجامعه الاول، وان شاء الله باذن الله لو كان لنا نصيب ان احنا نلتحق باذاعه القران الكريم. يعني ده حلم كبير قوي. بس ان شاء الله لو انت مستمر في السعي ومستمر ان انت تبذل جهد كبير واخلاص في الطريق ده ان شاء الله توصل له يعني. ان شاء الله. مش صعب على ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله. طيب ننهي بابتهال بقى، بس عايزين حاجه كده يعني عظمه. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا بينا. بسم الله. لا ده قرآن. ده قرآن يا شيخ طه. انت اندمجت قوي. عايزين ابتهال. يلا. يا رسول الله يا نور حياتي عندما أهتف باسمك يتجلى النور في روحي وفي كل كياني. يا رسول الله يا نور حياتي عندما أهتف باسمك يتجلى النور في روحي وفي كل كياني.
وأنا أهتف من أعماق ذاتي، وأنا أهتف من أعماق ذاتي. يا رسول الله يا نور حياتي، عندما أهتف باسمك يتجلى النور، يتجلى النور في روحي وفي كل كياني. كمل ما تقلقش. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا نور حياتي. سعيد جدا يا شيخ طه ان انت كنت معايا النهارده، وسعيد جدا بضيافتك لينا، وان شاء الله نلقاك دايما يعني في وضع افضل واقوى من ده بكتير قوي، وان شاء الله توصل لحلمك ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم في رحله البحث عن المواهب في كل مكان في مصر كلها، بلدنا مليانه مواهب حلوه قوي، بلدنا مليانه نماذج حلوه قوي زي شيخ طه، هندور عليها وهنوصل لها وهنصور معاها وهنصدرها للميديا علشان نغطي ونزاحم اهل الباطل باهل الحق، ونلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم.